النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل مكرونة المحلات الكشري باللحمة المفرومة، اللي هو الطاجن اللي بيتقلب ده. طاجن خطير طبعا، طعمه احسن بكتير من المحلات. يلا بينا نبدأ. هنعمل خطوة اللحمة المفرومة. هبدأ اعصقها. هحط معلقة سمنة بسيطة كده مش كتير. هنزل بقى بالبصل المبشور، اقلبه بقى كويس قوي، ومش هحمره ولا هعمل حاجه، انا بقلبه بس بدبله كده. وبعدين هنزل بقى باللحمه المفرومه بتاعتنا. ننزل بقى باللحمه المفرومه بسم الله. دلوقتي بقى انا هحط البهارات اللي انا هحطها. هحط شويه بهارات لحمه بسم الله، مش هكتر قوي عشان انا عايزه احس بطعم اللحمه. وهحط فلفل اسود، هحط بقى شويه ملح، دبس رمان مش كتير قوي اهوت، مجرد يدي تيست كده. ابتدي بقى اقلب كويس قوي بسم الله. خلاص قربت ان هي تتعصج، يعني تستوي، ما يعني مش تاخد وقت معاكي. وبعدين هركنها على جنب ونكمل بقيه الخطوات للوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده. هنجهز بقى المكرونه بتاعتنا، ولا اسهل من كده. ده طاجن عندي زي طبعا بتاع المحلات. هدهنه بس كده سنه سمنه بسيطه عشان اضمن ان هي ايه لما اقلبها تنزل معايا. وهعمل طاجن صغنون بس من ده، مش كبير برضو، كشكل تاني. اول خطوه بقى معانا ان انا هحط الايه، هفرد طبقه اللحمه المفرومه عندي تحت. تمام. على فكره مكرونه سريعه وحلوه قوي، وهتطلع بنفس تيست المحلات والله وافضل. بصوا بقى، طبعا عشان احنا مش هنقلب في المكرونه لما نحطها، فهحط نسبه بس صلصه بسيطه تحت كده في الطاجن ده، ونسبه برضو بسيطه خالص في الطاجن ده. هنرجع نضيف صلصه تاني بس لما نحط المكرونه. معايا بقى طبعا مكرونه اللي هي الاقلام، هحط منها النسبه، كل واحد يحط على اساس حجم الطاجن اللي هو عامله. فهحط نسبه مناسبه اوزعها كده. هحط بقى نسبه ملح طبعا على المكرونه بسم الله. شويه فلفل اسود، هحط بقى صلصه تاني اوزعها كده. هي كده كده اوريدي هتتوزع، لاني هحط ميه، فكده كده هتدوب، ما تشغلوش بالكم. هحط بقى شويه زيت مش كتير كده في الطاجن التاني كمان. هنزل بقى بنسبه ميه وما تكتروش قوي، انا هوريكم النسبه بعد ما انا احط. دلوقتي بقى نسبه الميه زي ما انتم شايفين، انا مش مغطيه المكرونه بيها عشان ما تبقاش معجنه، عشان تبقى كويسه يعني تستوي السوى الكويس. وطبعا الطماطم اتوزعت، ولما تدخل الفرن هتسيح اكتر وهتدي لون حلو قوي. دلوقتي بقى انا مشغله الفرن على درجه 180. هحطها بس برضو زي ما احنا متعودين على الشبكه، مش هحطها تحت خالص، وهنشوفها بعد ما تطلع باذن الله. زي ما احنا شايفين كده انا حطيتهم على الشبكه، وطبعا غطيتهم بغطيان، او تقدري تغطيهم بفايل، بس انا غطيتهم بغطيان عشان ابقى سهل ان انا اشوفهم هما استووا او لا. اسيبهم بقى لغايه اما يستووا وبعدين نشوف هيحصل ايه. خلاص الطاجن الصغنن ده خلص، فانا حبيت بقى ان انا اقلبه معاكم كده ونشوفه. هو خطير جدا جدا وشكله تحفه، هو لسه طالع طبعا من الفرن، فزي ما انتم شايفين عمال يغلي اهوت. هقلبه بقى في الطبق وهوريه لكم. هشيله معاكم بقى بسم الله.
تحفه زي ما انتم شايفين، واتقلب يعني ما اقولكوش، يعني من البخار بتاعه يعني مش قادره اقول لكم التصوير، يعني بحاول بقدر الامكان الكاميرا تجيب، بس شايفين الطاجن وشايفين طالع عامل ازاي. رائع رائع رائع، حقيقي خطير جدا جدا جدا. شكله زي المطاعم ويمكن احسن طبعا، ريحته ما اقولكوش طبعا، انتي حاجات واثقه فيها وحاجات انتي عاملاها بثقه. شايفين اهو بقى، هصدق معاكم. بسم الله. مكرونه مستويه والدنيا مستويه، رائعه. بسم الله. طبعا ده كان خلص الاول، والطاجن الكبير لسه ما خلصتي، فانا سايباه شويه على النار في الفرن زي ما انا قلت لكم. بس الطاجن الكبير مش ليا هنا، لجوزي في الشغل، فانا كده كده اوريدي مش هقلبه، هو يبقى يقلبه بقى. انا قلبت الصغير وكنت عامله الصغير عشان اوريه لكم وتشوفوه معايا. شايفين مستويه وما تخافيش، واللحمه تحفه، وكلهم واخدين طعم من بعض. فيا ريت بقى، اتمنى لو عجبكم الفيديو ولو عجبكم اي حاجه انا بعملها، يا ريت تدعميني بقى بلايك وشير وسبسكرايب، وتفعلي زر الجرس، ويا ريت بقى كومنت جميل منك. باي باي.